بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم على قناة بنت بوعلام. اليوم جيتكم بتليتلي راح نقدمه لكم على الطريقة التقليدية وبلمسة تاعي، لمستي الخاصة، خطوة خطوة. نتمنى يعجبكم يفيدكم ويقدم لكم الإضافات. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. لا تنسوا دعم القناة، جيم، كومنتير واشتراك. نبداو بسم الله بلاصوص اللي راح نحط في كوكوطة 2 مغارف كبار تاع الزيت هكذا. نزيد نحط يعني مغرفه تاع دهان، زبده ولا سمن اللي تفضلوا، ونحطوا هذاك الطريف تاع الدجاج يتقلى. بالنسبه للتوابل راح يكون انيكمون، يعني عندي غير الملح وفلفل الكحل. بيان سور الحميصه نحطوها مع الاخر. نقلبوا هذاك الطرف تاع الدجاج مع التوابل، نحطوا البصل ونخلوه يتقلى مليح، نحركوه نمرقوه بالماء سخون ونخلوه يطيب. من جهه واحده اخرى نجيبها غيسيبيون نحط فيه هذيك نحط عليها مغرفه هكا تاع الزيت، وندخل هذيك الزيت كامل في التليتلي اللي رايحين نحطوها في المقله. نقليوها بلا ما نقريوها، يعني بلا ما نمشيوها هكذا. نحط التليتلي هذاك في مقله، نحطوها فوق النار هاديه، نقليوها بالعقل. نبداو نقليو فيها بلا ما تاخذ اللون، يعني نقليوها هكا غير هكذا بالعقل، تبقى لنا هكا صفرا. نبقاو نقليو فيها هكذايا حتى تبقى لنا صفرا، يعني تاخذ النكهه هذيك برك تاع التحماص. نحط هذيك التليتلي اللي حمصناها مباشره في الكسكسي، نحطوها فوق النار تفور لاول مره. ها هو ليك التليتلي بعد ما فار المره الاولى. انا نحيت غراف من هذيك المريقه، نفرغوه لهنا، نخلطوه ونخلوه يشرب هكذا. المرحله هذه نزيد الحميصه نرميها في المرقه، راهي طايبه، نزيد برك تاخذ النكهات هذوك. نشوفوا هذيك التليتلي كيفاش شربت، شوفوا معايا. نحط لها شويه زبده هكذا، نخلطوها تذوب فيها الزبده ونرجعوها تفور للمره الثانيه. كما راكم تشوفوا هاوليك فورناه المره الثانيه، يعني سيتادير نفورو خطره ناشف وزوج خطرات بالعصاص هكذا. نسقيوه ونخليوه يزيد يشرب شويه، نرجعوه فوق يفور للمره الاخرى هكذا. نحطوا لها شويه ملح باش ما تجيناش مسوسه. نحركوا بيان سور، راكم تشوفوا كيفاش شربت الماء تاعها. نحطها في الكسكاس، نحطوها تفور للمره الاخرى هكذا. ها هو ليك التليتلي تاعنا، شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعو. نفرغوه يعني في طنجره تاع الطين ولا كاش طنجره صغيره مباشره. شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعو، شوفوا كيفاش صفر يشهي. نفرغوه كاريمون هنايا هكذا. ولا هنا نجيب هذيك لاصوص اللي كنت صفيتها من البصل تاعها، راكم تشوفوا كيفاه كي الفلوغ. شوفوا نحطها تجمر على نار قليله هكذا. نحط معها طريف تاع الزبده كما راكم تشوفوا. يعني الاطباق التقليديه والعجائن اون جينيرال كامل يحبوا لي دم، ما تجيناش مشاحه، تجينا لا ميدمه لا معجنه. نحطها على نار قليله ونخليها تجمر. راكم تشوفوا كيفاه مفركته. نخليوها تجمر تشرب هذيك المريقه تاعها. شوفوا معايا الحباب التليتلي تاعنا كيفاه مفركت، حبه ما لاصقه مع اختها. نسقيو مع بعض. نجيب البلاطو اللي ما نسربي فيه، اللي نحب نسربي فيه انا. نبدا نفرغ ديك التليتلي، شوفوا ما شاء الله مفركته كل حبه وحدها. شوفوا ماشي ملاصقه ماشي معجنه. نسقيو هذاك الطريف تاع الدجاج هكذا سور لو كوتي، زينوه بالحماميز هكذايا في الكونتور. والديكور تاع التليتلي ما يكملش بلا البيض، يعني نتوش تاع البيض هكذا. نحطوه من هنايا، نديرو ريضه ونشوفوه ان شاء الله في الشكل النهائي هكذايا. اللي حبت دير ريبوله تاع لا فيوند هاشي يزيدوا في التزيين تاع التليتلي، كل واحد يدير على مقدوره.
التليتلي ديالنا راه حضر، قدمته لكم خطوه خطوه على الطريقه التقليديه. جا ما شاء الله مفركت مزربع مدهون، الله الله طايب في ديك المريقه. زيناه بهذيك بالبيض، قطعه المسعه خاصه حميصه. هذاك الطرف تاع الدجاج حمرته شويه في المقله بالزبده والزيت، عطالو انتوش سبيسيال. اللي حب يزيد لا فيونداشي ولا حب يزيد يدير معاه اللحم نورمال، كل واحد يدير على مقدوره. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله في المولود ولا في موسم واحد اخر. بصحتكم، سلام.